السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. سيدي بشر، شارع القاهرة. طبعا كده لو رايحين العصافرة، وكده لو داخلين شارع القاهرة. بس احنا هنمشي على المسار من سيدي بشر لحد محمد نجيب، نشوف اخر تطورات مترو اسكندرية. طبعا زي ما احنا شايفين يعني العمل على قدم وساق في مشروع مترو اسكندرية على مدار 24 ساعة. اضاءات شغالة بالليل وكشافات فوق، تمام، لإنجاز المشروع في ميعاده المحدد اللي هو إن شاء الله مارس 2027. نتمنى يا رب يكمل على خير، لأنه هيفرق كتير جدا جدا في أزمة المواصلات اللي احنا عايشينها وبنعيشها دلوقتي. بجد المواصلات صعبة جدا جدا في اسكندرية، خاصة يعني بعد إيقاف الترام برضو كان شايل كتير. تمام، هنا الأعمال أهو، واحنا كده في اتجاهنا الى المزلقان. خلاص احنا اهو داخلين على المزلقان. الصيف السنه دي صيف 2026 ده هيتكتب في التاريخ، لانه يعني اعتقد هيبقى الصيف الازحم في اسكندريه او الاكثر اختناقا في المرور. تمام، لان احنا اساسا الصيف اساسا بيبقى زحمه، طريق البحر بيبقى زحمه، الكورنيش زحمه، فما بالكم بقى يعني كمان مع ايقاف الترام والقطار، واحنا اساسا عايشين في زحمه من قبل ما الصيف يجي. فان شاء الله خير، نتمنى خير، ونتمنى المحافظه يعني مشكله الاختناقات المروريه تنظيم مرور، توفير وسائل بديله مع تنظيم مرور، لان انا هوفر وسائل مفيش اي تنظيم للمرور. يعني بصوا المشاريع واقفه ازاي، فهيبقى مفيش فايده، كاني ما عملتش حاجه. وصلنا مزلقان سيدي بشر. السؤال هنا يعني اللي بيحضرني دلوقتي، هل هيستمر؟ يعني احنا عملنا المترو اهو عشان تفادي المزلقانات، تمام، والسيوله المروريه وكده. هل هيستمر الوضع بقى مشاريع واقفه يمين واقفه شمال وتكاتك؟ هل هيستمر الوضع؟ فاحنا بنقول لازم يكون فيه تنظيم مروري اكثر عشان الدنيا تبقى اسهل. تمام، هنكمل بقى في اتجاهنا كده لمحمد نجيب ونشوف اخبار محمد نجيب ايه. المزلقان الحمد لله بالسلام، لان بصراحه اللي يعدي المزلقان هنا بعقوبه بسبب الزحمه اللي موجوده. تمام، هنروح بقى اتجاه محطه مترو محمد نجيب والانفاق اللي هناك والكوبري اللي بيتعمل هناك، ونشوف اخر التطورات. خليكم معانا، لو اول مره طبعا بتشوفوني يشرفني اشتراككم في القناه، تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا عارفين ان تزامنا مع الانتهاء من مترو اسكندريه هيتم عمل هيبقى محور ملك حفني، محور وشريان مروري اخر في اسكندريه. بس هل يليق مع المنظر ده، مع العشوائيه، مع القمامه، مع المناظر اللي احنا شايفينها دي؟ ما احنا المفروض بقى يعني عشان الافتتاح المفروض نشتغل من دلوقتي على المحاور دي، تنظيفها، ازاله القمامه، رصف الارض. الوضع صعب بجد والله، يعني هي حاجات بتعدي عليا فلازم اذكرها طبعا في الفيديو، ما ينفعش اتفاداها كده وخلاص. فمحور ملك حفني لازم يتم العمل عليه والرصف والنظافه والتمهيد من دلوقتي. والمحاور العرضيه اللي بدات تتفتح، يعني انا مش عارفه ليه ما بداوش الشغل فيها. اهي المحاور العرضيه اللي تم فتحها من قبلي لبحري، زي ما انتم شايفين تم الهدم، بس كل حاجه واقفه. احنا على المسار من اول فيكتوريا لحد المنظره اتعمل كذا محور عرضي وكذا فتحه كده كبيره لمرور السيارات والمره. نتمنى بقى يبداوا يعني العمل، يعني اذا كانت المرافق هي اللي معطله كل ده، ما كله يتواصل مع كله ونبدا في العمل عشان ننجز وننهي. لكن احنا كده هيكون المترو خلص ومحور ملك حفني والشوارع والارض والقمامه والمشاكل اللي عندنا زي ما هي للاسف. مش هتكلم كتير، بس طبعا زي ما انتم شايفين اهو الوضع صعب، وبيوت وعشش النباشين اهي فوق، مش عارفه واضحه ولا لا، اهي فوق النفق. مش هصور لكم النفق عشان الحاله يرسى لها القمامه وتراكمات القمامه. ودي كده محطه مترو محمد نجيب. وحلوه بلادي السمره بلادي على فكره. يعني احنا بقول سلبيات وكل حاجه، ده مش بيقلل من حبي لبلدي ولو سنتي ولو ذره. تمام ماشي،
السلوكيات دي لازم تتغير بجد والله. الناس اللي بتعمل كده لازم تتعاقب، لازم يتولد عليها عقوبة. ما احنا ما بنصرفش مليارات والناس تيجي تبوظ، لا معلش ايه ده بجد. انا عارفة هتقولي شركة القمامة ومفيش صناديق، برضو الناس برضو اولا واخرا مش عارفة اقول ايه بجد، الواحد مبقاش عارف يقول ايه. النهاردة شفت صور قطع الاشجار على مسار الترام، حزنت جدا جدا. محطة مترو محمد نجيب كده يعني، انا قدام شارع محمد نجيب اهو، هنكمل فيه بقى ونشوف اخبار كوبري محمد نجيب عبد الناصر. ماشي، وهي محطة مترو محمد نجيب. تمام، يلا بينا نشوف اخبار الكوبري. مسار المترو، والله المترو حاجة تفرح بس اللي تحتيه حاجة تحزن للأسف. هنا بقى لحد ما نعدي، اديكم معانا. متجه الى جمال عبد الناصر، هنروح بقى تجاه جمال عبد الناصر، هنسيبوا شارع ملك حفني ونمشوا تجاه عبد الناصر. خليكم معانا يا اسكندرانية. ووصلنا لشارع محمد نجيب، بس الفيو بقى هنا علوي، وقدامنا اهو كوبري محمد نجيب تقاطع عبد الناصر. زي ما احنا شايفين العمل يعني على قدم وساق على مدار ال 24 ساعة عشان يتم الانتهاء، عشان نخلص بجد من اسكندرية والازمات المرورية والاختناقات المرورية صعبة جدا جدا. هعمل لكم زوم شوية اهو، بصوا كوبري البحر، وبعد كده من اول شارع العسوي المطلع بتاع الكوبري، متبقي بس الجزء بتاع عبد الناصر فاضل فيه تركيب الكاميرات. تمام، تعالوا بقى كده نشوف تحت. هنا خلاص اتركبت الكاميرات، وهنا اهو القواعد بتاعتها، وكل ده هيبقى الكوبري ممتد كده، وهنا هيبقى النسلة بتاعت الكوبري، واهو النفق بيتم ردم النفق. يا مسهل يخلص على خير يا رب، نشوف بلدنا احسن. وقدامنا طبعا كوبري المترو وعمار يا اسكندريه يا جميله يا ماريا. انا كان ليا تحفظ الحقيقه على الكوبري ده لان هو قفل الشارع حرفيا، يعني بصوا عرضه، يعني خلاص شارع محمد نجيب ما بقاش باين، هو عباره عن الكوبري بس. خلاص هو حصل، يعني احنا كلام ما منوش فايده، مش هنقعد نبكي على اللبن المسكوب، هنستنى بعد الانتهاء ونشوف اخر التطورات ان شاء الله. يعني نشوف بعد الكوبري لما يخلص كله الدنيا الوضع فوق الكوبري وتحت الكوبري والشوارع تحت ان شاء الله على خير يا رب. احنا كده في شارع محمد نجيب، نزلنا من اعلى. تمام، الكوبري طبعا اللي هو على شمالي، هنروح بقى تقاطع عبد الناصر ونشوف بقى من هناك الاعمال على الارض. وهنا وصلنا اهو الكوبري بوضوح. تمام، اعمال الكوبري بوضوح وشارع جمال عبد الناصر شفنا من فوق اخر التطورات. تمام يا مسهل، يبقى ناقص الكاميرات اللي هتتركب هنا اهو. اعتقد بقى لو هيتم تركيبها هتتركب فجرا، عشان طبعا شارع جمال عبد الناصر والمرور وكده، وربنا ييسر يخلص قبل الصيف يا رب ان شاء الله. وصلت كده للعسوي وبعد كده البحر. هقفل الفيديو هنا بقى، مفيش حاجه هنا اصورها لان هنا معمول كرفان على مطلع الكوبري زي ما انتم شايفين. تمام، خلاص كده بقى، ونشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم. جيجي رضوان. صحيح قبل ما اقفل، انا نفسي بقى يعني هما مش هيفتحوا المنطقه الترفيهيه دي ولا هتبقى مع فتح الشواطئ؟ وهل فتح الشواطئ هيبقى قبل فتح الكوبري ولا ما يخلص الكوبري؟ لان لو فتحت الشواطئ قبل الكوبري الدنيا هتبقى ازحم وازحم. هي دي بس التعليق اللي كنت عاوزه اقوله لكم. يلا ربنا يحفظ بلدنا الجميله يا رب ونشوفها في احسن حال.